ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى الجمال هشرح الفرق بين الثري ماكس والبلندر، عشان اللي شغال بلندر وعايز ينقل ماكس تبقى الموضوع بسيط بالنسبه له، واللي شغال ماكس وعايز يجرب البلندر يبقى الموضوع بسيط بالنسبه له برضه، خصوصا ان البلندر بقى في حته كويسه قوي قوي دلوقتي، ف بشده جدا لكل ال 3 دي ارتست. دلوقتي هبدا اول حاجه جوه الماكس، هبدأ بالنافيجيشن. أنا عندي هنا الكيوب ده هلاقي مكتوب فيه فرونت وتوب وباك وليفت وسايد، هناك برضه في البلندر هوريكم حاجة زيه بالظبط، ده عشان أتحرك منه في الفيو برضه. بس طبعا معظم الناس بتتحرك بالشورت كات اللي هي الماوس ويل. أنا عندي الويل بتاعت الماوس هي الزوم، الكليك ويل هي البارينج، الالت كليك ويل هي الروتيت. عندي هنا في بلندر نفس الموضوع، هنا برضو في حاجة زي كيوب بس بدل كيوب دايرة لطيفة مكتوب فيها اكس واي وزد، والألوان التانية دي هي الناحية التانية. يعني هنا مثلا الواي هنا ده بيبقى ماينس واي، هنا الإكس هنا ماينس إكس، هنا زد ماينس زد وهكذا. بس برضه محدش بيتحكم بيها كتير، معظم الناس بتتحكم بالماوس ويل برضه زومينج، والكليك ماوس ويل الروتيت، والبيرن شيفت كليك ماوس ويل بيعمل باني. بس هنا هما حاطين تولز زيادة بتعمل نفس الحاجة، ادي البان وادي الزوم عشان يعني يسهلوا الموضوع شوية. هنيجي هنا جوه الماكس عشان نعمل اوبجكت عادية خالص، وبندوس بوكس مثلا وبنعمل هنا بوكس نص نص، ماشي. دلوقتي انا جواه لو فضلت اعمل زوم باك هطلع براه، لكن انا ممكن اعمل حاجه تانية ان انا ادوس حرف زد هيخليهولي في السنتر. انا دلوقتي عملت الكيوب، هقدر جوه الماكس ان انا بعد ما عملت الكيوب هروح للموديفاي بانل، والموديفاي بانل هقدر ان انا اغير تاني البارامتر بتاعه الكيوب زي ما انا عايز، اللينس الويدث الهايت هزود له سيجمنت، اغير فيه زي ما انا عايز، وهيفضل موجوده، هيفضل موجود معايا الاوبشنز دي طول ما انا لسه بوكس. يعني حتى لو انا رحت عملت ايديت بولي هيفضل برضه موجود عندي البوكس زي ما هو. عشان نعمل اوبجكت في بلندر موضوع مختلف نسبيا، 3 يمكن، يعني الناس المتعمقه في البلندر يكون معتين الموضوع ده. لو انا رحت الموديلنج بانل هلاقي هنا في الاوبجكت مود المنيو دي اتفتحت لي، لو دوست اد هلاقي هنا في المش، والمش جواها كيوب والسيركل والسفير وكل الحاجات الحلوه اللي احنا بنحبها، تمام. او معظم اللي الناس بتعمله، طبعا محدش بيحب ما اظنش انت حد بيعمل كده، معظم الناس بتدوس شيفت اي كاختصار شيفت و8، وبعد كده المنيو دي بتظهر، بس هي بتزهق بسرعه فبتمشي، يعني لو بعدت الماوس عنها ما بتحبش العزله انت بتدوس على مش، هتلاقي هنا ادي البلان والكيوب كيوب سفير عادي خالص زي الماكس. ادي هون معانا السفير الكيوب، وبعد ما نحط كيوب هتلاقي هنا السيجمنت بتاعته، بس هنا مش موجود عندي غير السايز الاوفر اول بتاع الكيوب. طيب المنيو دي نفسها لو راحت اصلا، يعني لو انا كده دوست كليك بعيد والمنيو دي راحت وانا عايز ارجع لها بدوس F9 هيرجعها لي تاني. بس لو انا خدت، يعني لو انا دلوقتي عملت كيوب تاني او خلينا نعمل اكشن مختلف، لو انا مثلا عملت بلان، طبعا مش باينة عشان هي صغيرة، لو انا ممكن عملت بلان وجيت دوست F9 هيجيب لي ال F9 بتاعت اخر معاملة انا عملتها، وانا عشان حركت البلان فجيب لي المعاملة بتاعت الموب. يعني F9 بتجيب لك اخر معاملة انت عملتها والتحكم فيها، يعني لو جيت غيرت في دول
فهيحرك. طب انا لو وقفت على البوكس ودوست F9 نفس الموضوع، لسه هو بيحرك في البلان عشان هو فاتح المعاملة بتاعت البلان نفسها. تمام. اوكي دلوقتي انا عشان ازود له طيب سيجمنت، انا ازود له سيجمنت ازاي؟ احنا لو بصينا على الكيوب هنلاقي كيوب عادي خالص من غير اي سيجمنت زياده. طيب انا ازود له سيجمنت ازاي؟ عندهم هم يعني مش عارف عندهم، وانا الموضوع بقى حسيت ان هو داخل يعني ما هو في البلندر بندوس تاب كده، احنا بقينا في الايديت مود ما شاء الله، يعني مفيش فلاج مفيش تهنيج، تاب 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 تاب، ايديت مود، اوبجكت مود، الدنيا حلوه. اللاين الاصفر ده اللي بيحدد الايدج، لو انا دوست، طبعا هو بيحدد بس لسه ما عملوش، لو انا دوست على الويل بيزود العدد او بيقلله، برضه هو اللي بيبقى لسه ما عملوش. ولو دوست كليك برضه ما بيعملوش غير لما بحدد له المكان اللي هيتعمل فيه. غالبا عندي 2 بوكس فوق بعض عشان في مم. فده بالنسبة للإيبت مود جوه البلندر. وهنا ممكن نزود برضه في البيم نفس القصة. في الماكس حاجة زي كده اسمها سويت تول على ما أعتقد، هنبص عليها دلوقتي لو افترضنا ان ده الكيوب بتاعنا، طبعا انا هنا ممكن نزود سيجمنت في زمان عادي. في الماكس في حاجه اسمها موديفاير ستاك. يعني ايه موديفاير ستاك؟ يعني انا دلوقتي هنا خلاص اوكي انا 4، طب انا ممكن احط الادر بولي فوق البوكس، ممكن احط الادر بولي فوق البوكس عادي خالص، واشتغل اديت بولي، يعني اكني في الاديت مود، زي اكن انا دوست تاب في بلندر، وبشتغل الاديت بتاعي من غير اي مشاكل، واقدر ارجع للبوكس تاني واغير في طبعا هيجيب لنا الرساله دي modifier existence stack that depend on topology. هو بيقول لي ان الموديفاير المحطوط في الستاك هي افكت التوبولوجي بتاع الاوبجكت بتاعك نفسه. بقول له يس اوكي، انا ما عنديش مشاكل في الموضوع ده. ولو انا جيت وانا بعد ما عملت الاديت بولي، لو انا جيت لعبت في اللينس هنلاقيه عادي تمام، هيوسع بس بين السلكشن اللي انا عامله فوق. لو لعبت في الهايت تقريبا نفس الموضوع. طب لو لعبت السبيس سيجمنت، بص ايه اللي هيحصل دلوقتي. لو جيت لعبت سيجمنت، قصدنا ان احنا لعبنا السيجمنت اللي فوق دي، هو خلاص هو ما بقاش لاقيها عشان يمسكها. يعني انا دلوقتي لو صفرتها هو ما بقاش لاقيها عشان يمسكها. طيب احنا لسه ما حركناش، طب لو حركنا هيبقى نفس الايرور البسيط ده ولا؟ تعالوا نجرب. نروح للإيزيبولي ونروح للأولويات مثلا، ونحط ونرفعهم لفوق كده، احنا غيرنا مكانهم الثابت اللي كان موجود ومحفوظ. طيب لو جيت بقى رحت للبوكس فين، والله ماشي انا موافق، وجيت لعبت انا في السيجمنت، بص ايه اللي هيحصل. هيحصل كراش للموديل. ليه؟ لان الميمورايز بتاعت الفيرتكس اللي هو فاكر مكان كل حاجه فين، انت هنا بتغيرها له، فما بيبقاش عارف او فاهم مين بقى فين، فبيحصل كراش للموديل كده. بس في حالة لو انت رجعت له العدد اللي كان موجود عليه في الأول، تمام مفيش حاجة بتحصل. وحتى برضه لو غيرت السايز، انت بتحتفظ بالسايز عادي خالص. فهي الميزة في الاستاك كان ان انت تقدر تغير في السايز زي ما انت عايز اي وقت، بس ما تقدرش ان انت تغير في السيجمنت. وبرضه في حاجة ان انت لو عملت موديل وجيت موديل معقد شوية وجيت غيرت في السايز من هنا، في الغالب الموديل هيبوظ. معظم الناس بتخلي الاوبجكت نفسه اديت بولي. احنا عندنا ده اكنك دوست كاب بالظبط، انت كده عملت له كونفرت تو اديت بولي وبتشتغل عليه خلاص. بالنسبه للتي تول اللي احنا شفناها، هي موجوده في الماكس، اسمها سويت لوب، وبرضه بتشتغل بنفس الموضوع، تقف على السيجمنت وتقطعها، بس لو دوست ماوس ويل هيعمل دومينج مش هيزود عددهم. بس انت لو جيت حطيتها ودوست وانت لسه جوه المود، وانت لسه حاطط اللاين، ودوست الت وشيفت ودوست كليك، تقدر ان انت تتحرك مكانها مكان ما انت عايز في اضيق نقطة لل للبوينت. بمعنى هو هنا مش واضحة قوي، بس خلينا اوضحها بشكل يعني احسن شوية.
لو انا جيت هنا كده وعملت انست وقت كل ده كل ما موجود في البندر عادي خالص، ويتنست دول وعطلهم كولابس، وبقى في نقطة واحدة ومسكت الباقي دي وعملتلها شامبل، وبعد كده مفلت طبعا. طب بيلدر دلوقتي بيتحكموا لأن هم عندهم الحاجات دي دلوقتي بقت سهلة جدا. هلاقي هنا حاجة اسمها لوب تولز، وهلاقي هنا حاجة اسمها سيركل. السيركل هتخليها لي، هتظبط لي الدوران بتاعي. فأنا دلوقتي لو جيت عملت سويت لوب وجيت وقفت هنا، يخرب اللون ده في مفعمينا، وجيت وقفت هنا وعملت سويفت لوب مثلا في مكان زي الضيق ده. لو انا قعدت احرك ال 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 اللاين او اللاينز عشان تبقى قريبة للوب اللي انا عملته، بحيث ان انا لما اجي اعمل مش سموز بعد كده تبقى مظبوطة، الموضوع هياخد وقت كتير ومش هيظبط. لكن انا جايب دلوقتي لو جيت عملت هنا سويب لوب ده، لو جيت انا عملت هنا سويب لوب اهو ودوست الت شيب وكليك، هقدر ان انا بص بتتحرك ازاي. كل ما تروح للإدج، كل ما بتروح للدايرة بتغير شكلها بحيث ان هي تبقى أضيق. في البلندر الموضوع مختلف شوية، يعني انا هناك عملت انسert وبعد كده عملت كولابس والقصة دي كلها. هنا الموضوع أبسط بكتير. كل عليك بتختار الفيرتكس، بعده بتدوس كنترول شيفت بي عشان تعمل بدل للفيرتكس، وبتزود السيجمنت برضه بالماوس ويل. بعد ما بتعمل الفيرتكس كده هتلاقي في الادون، هي ادون بس هي ادون تخص تبع البندر. خلينا نروح للموضوع ده قدام مع السكريبت والبلجن. الادون هتلاقي اسمها لود تولز، بتركب هنا لوب وهتشغلها لان هي في الغالب بتبقى مش متفعلة، فبتعمل تشيك مارك دي. بعد كده هتبقى موجودة، بحيث انت هتدوس كليك يمين هتلاقيها بتبقى فوق هنا، هتقول له سيركل كده. انت تمام كده، تمام. ادي الدايرة للبلمبر. وعشان ما يبقاش الموضوع طويل وممل، تمام كده بالنسبة للنهاردة. سلام.